في مصر سنة 2017 بالضبط في مدينة الجيزة، كان واحد الشاب سميتو باسم، العمر ديالو 32 سنة، وهو اللي كان متحمل المسؤولية ديال العائلة ديالو بحكم أن الوالد ديالو توفى وهو في سن صغير، وكان مهتم بالأم والإخوة ديالو أكثر من حياته الشخصية. باسم مع المدة بدا كيحس بأن الوقت كيجري وهو مازال ما دار حتى شي حاجة في حياته، والشباب ديالو كيضيع نهار على نهار. فهنا غادي يفكر أنه يتزوج، وحيت ما عندوش خبرة في الحياة، الحاجة اللي كان يقلب عليها في الشريكة ديال الحياة ديالو هي الشكل. كان باغي فقط بنت اللي تكون جميلة يتزوج بها وتعوض ليه كاع السنوات اللي ضاعوا منه. وحيت هو كان مستقر ماديا، كان يقلب وكيتسنى غير يلقى الشخص المناسب وياخذ الخطوة ديال الزواج. بدا يقلب حتى لواحد النهار اللي غادي يلقى فيه واحد البنت اللي كانت ساكنه في نفس المنطقه اللي ساكن فيها. هاد البنت سميتها ليلى، آية في الجمال. كانت بنت مميزه جدا، وكانت معروفه بان الشباب اللي كيتقدموا ليها كلهم كترفضهم بحجه انهم ما مستعدينش ماديا للزواج. هادشي اللي كانوا تيقولوا الناس، لكن السبب الحقيقي للرفض ديالها هو ان ليلى كانت مرتبطه بواحد الشاب وكانت كتبغيه بزاف، وحتى هو كان ساكن في نفس الحي. هاد الشاب سميتو حسام، وكان تقدم ليها من قبل، ولكن العائله ديالها رفضاتو حيت ظروفه الماديه صعيبه. كان ما خدام ما ردام وما عنده حتى شي طموح، لكن ليلى كانت كتبغيه بالرغم من العيوب كامله اللي فيه. دازت واحد المده وباسم تقدم لليلى باش يتزوج بها، وهي وافقت في البلاصه. العائله ديالها استغربوا حيت ما مولفينش ليها هادشي، لكن قالوا ممكن انها تكون غيرت الراي ديالها واقتنعت بباسم، خصوصا انه شخص ما فيه ما يتعاب، انسان خلوق محترم ولد عائله وميسور ماديا وحسن من كاع هادوك اللي تقدموا ليها من قبل. باسم منين عرف ليلى قبلات فرح بزاف وبداو في التحضيرات ديال الزواج. لكن ليلى كان عندها واحد الشرط، هو انها هي اللي تختار الشقه اللي يسكنوا فيها. كان باسم كيقترح عليها بزاف ديال الشقق زوينين، لكن هي كانت كترفض وكانت مصرة على واحد الشقة اللي عادية جدا. فترة الخطوبة دامت تقريبا شي 3 شهور، وفي هذه المدة كانوا بعض الأصحاب ديال باسم كيحاولوا يلمحوا ليه بأنهم ما مرتاحينش لهاد البنت، لكن كانوا محرجين وما قادين يقولوا ليه والو حيت كانوا تيشوفوه فرحان بزاف، وهو بحال الا ما كانش متيق انه بنت بهذا الجمال توافق عليه. من بعد سكتوا وما قالوا ليه والو، وقالوا مع راسهم ما ربما يتفاهموا من بعد وفعلا ينجح هذا الزواج. في الفتره ديال الخطوبه ليلى كانت كتلاقى في السر مع العشيق ديالها حسام، وكانت ديما كتوعدو كتقول ليه باللي هي ما غادي تكون لحتى شي واحد من غيره هو. والمصيبه ان حسام كان كيسكن في الطابق الثالث اللي فوق الشقه اللي اختارت هي، يعني السيده كانت مخططه لهذا الشيء كامل من قبل. المهم ليلى وباسم تزوجوا، داروا العرس. باسم كان فرحان بزاف ومشاو سكنوا في الشقه ديالهم. لغد ليه الصباح من بعد الفطور، ليلى قالت لباسم باللي عندها واحد النذر، اي انها كانت باغا تخرج واحد الصدقه. وحسام استغرب، قال لها زعما ماشي الوقت ديال هذا الشيء، لكن هي بقات ملحه وقالت ليه والو ضروري غادي نخرج الصدقه، غادي نطيب الماكله وغادي نعطيها لك وغادي تخرج وتوزعها على الفقراء والمساكين في الجامع. المهم هي بغات تخرجوا باي طريقه، وفعلا داكشي اللي دار. وغير هو خرج من الشقه، ليلى طلعت كتجري عند العشيق ديالها حسام اللي كان ساكن فوق منها، وبقات معاه تقريبا شي ساعه ديال المكانه. اسرع خيانه زوجيه في العالم، خانت راجلها في اول يوم من الزواج ديالهم. ومن بعد رجع حسام للدار وبقات كتعامل معاه بحال الا ما وقع والو، وداز عام كامل وهي مستمره في الخيانه ديالها. غير كيخرج راجلها للخدمه كتطلع الفوق عند العشيق ديالها، لدرجه انه ولا مسيطر عليها بزاف. اي حاجه تيقولها ليها كتنفذها ليه بالحرف، ووقت ما بغاها كتجي عنده. باسم كانت عنده واحد الاخت كبيره عليه وكان عزيز عليها بزاف، ومنين كتجمع العائله كانت ديما كتحس بانه ما مرتاحش في هذا الزواج، وكتحس بيه بحال حزين. وقت ما كتسولو كيتهرب وتيقول ليها لا راه ما كاين والو، ولكن حيت هي كانت قريبه منه بزاف كانت متاكده باللي كاينه شي حاجه اللي مبرزطاه. واحد النهار قررت انها تمشي عند مرت خوها وتهضر معاها،
فعلا داكشي اللي دارت، مشات عندها في الوقت اللي ما كانش خوها في الدار، دخلات وجلسات معاها. ليلى رحبت بها، ولكن لاحظت بانها متوتره وتليفونها كل دقيقه كيصوني، كتقطع وكيعاود يصوني. المهم الاخت ديالو حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، وليلى كانت موعده حسام في ديك الوقت انها غادي تطلع عنده الشقه. الاخت ديال باسم قالت ليها غادي ندخل للبيت نرتاح شي شويه على ما يجي باسم. ولاحظت بان ليلى فرحت بزاف ملي سمعت هاد الهضره، وقالت ليها صافي غير سيري ترتاحي انا غادي نوجد الغدا. دخلت الاخت ديالو للبيت وبقات راده البال معاها. شويه كتسمع ليلى كتجاوب في التليفون وكتقول لحسام بان اخت راجلها راه جات عندها وما يصلحش ليها تطلع لعنده. وكان باين في ديك المكالمه بان حسام كان كيغوت وهي مرتبكه بزاف وكتحاول تهدئو وكتشرح ليه باللي الاخت ديال راجلها فاجاتها وما كانتش عارفه باللي راه جايه عندها. المهم هادشي كامل سمعته الاخت ديال باسم وتصدمت بزاف، بقى فيها خوها بزاف لانه فعلا ما يستاهلش هادشي اللي كيوقع ليه. هو انسان طيب ومحترم وحياته كامله وهبها لعائلته وخوته، وفي الاخر يتزوج وحده بحال هادي. خرجت من البيت وقالت لليلى انا غادي نمشي، باسم تعطل وولادي كيتسناوني حتى المره اخرى ان شاء الله. ليلى فرحات وبطبيعه الحال غير هي خرجت من الشقه وهي طلع كتجري وطلعت عند حسام. وفي هذه اللحظه الاخت ديال باسم ما خرجتش من العماره، بقات واقفه في الدروج وشافت ليلى منين طلعت للشقه اللي الفوق. من بعد نزلت عند البواب اللي كيكون لتحت وبقات كتهضر معاه بحجه انها بغات تكري شي شقه في نفس العماره. قال ليها باللي الشقق كاملين مسكونين، وسولته على الشقه اللي من فوق الاخ ديالها واش ممكن تاخدها. قال ليها هذيك الشقه ساكن فيها واحد السيد سميتو حسام. المهم الاخت ديالو مشات وبدات كتسول على هاد حسام في ديك المنطقه، وغادي تكتشف بان بزاف ديال الناس تما عارفين بان هاد الجوج كانوا على علاقه مع بعضياتهم من شحال هادي. وقالوا ليها بان حسام كان باغي يتزوج بها، لكن العائله ديال ليلى كانت رافضاه حيت ما كانش خدام. المهم السيده تصدمات ورجعت كتجري عند ليلى باش تواجهها. فعلا داكشي اللي دارت، وكانت متوقعه بان ليلى غادي تخاف حيت تكشفات الحقيقه ديالها، لكن الصدمه هي ان رده الفعل ديال ليلى كانت بارده. وقالت ليها بان باسم هو السبب في هادشي كامل. قالت ليها باللي ديما كيكون مشغول عليها وكيعاملها معامله خايبه وديما غايب على الدار. المهم بدات كتبكي ولعبات الدور ديال الضحيه، وقالت ليها باللي هي ندمانه بزاف ووعدتها بانها غادي تحبس هاد الشيء وعمرها غادي تعاود تخونه. المشكل الكبير هو ان اخت باسم تاقت بها، وكان الهم ديالها الوحيد هو ان تشوف خوها فرحان في حياته حيت كانت كتبغيه بزاف. صافيه وافقات وقالت ليها هذا سر غادي يبقى بيناتنا بجوج. المهم دازت بعض الاسابيع وليلى تاكدت بان فعلا اخت باسم ما قالت والو لخوها، حيت كان كيجي للدار وكيتعامل معها عادي بحال الا ما كاين والو. لكن مع المده الاخت ديال باسم كل مره كانت كتمشي عند ليلى وكتغفلها باش تاكد انها فعلا ما بقاتش كتخونو وكتطلع عند العشيق ديالها. كل مره كتمشي لعندها، كل مره كتصوني عليها في التليفون. المهم ليلى ما عجبهاش هاد الشيء وقالت ما يمكنش، واش هذه غتبقى غير حاضياني وكل مره كتهدد فيا؟ فقررت واحد النهار انها تمشي لعندها. مشات وكانت اخت باسم غير بوحدها في الدار. دقات عليها مع غادي تحل ليها الباب، مع ليلى غادي تصفيها ليها. طعنتها 12 طعنه في الصدر وفي الظهر ديالها، ومن بعد تاكدت بانها ماتت ومشات كتجري لدارها وخلات السيده غارقه في دمايتها بحال الا ما وقع والو. من بعد ساعه تقريبا الناس اللي في العماره اكتشفوا الجريمه وبلغوا رجال الامن. لقاو السيده مقتوله وما كاين حتى شي علامات ديال السرقه او شي حاجه تهزت من الشقه. فحصوا الكاميرات ديال المراقبه اللي كانت في الباب ديال العماره وبانت ليهم باللي ليلى فعلا طلعت لعندها للشقه وعاوتاني رجعات. من بعد تم الاستجواب ديال ليلى وقالت ليهم عادي هذيك اخت راجلي وديما كنمشي لعندها. رجال الامن وهي كتهضر طبعا ما صدقوهاش وعرفوا باللي موراها سر كبير، فكملوا التحقيق ديالهم. حققوا مع باسم، حسام، الجيران وكاع الناس اللي كانوا في ديك الحومه. وكانت واحد الجاره صديقه ديال الاخت ديال باسم اللي توفات. في التحقيق معها قالت لهم باللي اعترفت ليها يومين قبل الجريمه بان ليلى كتخون راجلها اللي هو الاخ ديالها مع راجل اخر اللي ساكن فوق منها.
وهنا رجال الامن غادي يعرفوا باللي ليلى هي اللي منمور هادشي كامل، ومن بعد تحقيق عميق غادي يلقيو القبض عليها وزيروها حتى اعترفت لهم بالجريمه البشعه اللي دارت. وطبعا باسم ما كانش متيق ولا مستوعب هادشي اللي كان كيسمع، الموت ديال الاخت ديالو والخيانه لمده سنه كامله مع هاد الشيطان. من بعد تمت المحاكمه ديالها بتهمه القتل وبتهمه الزنا، وتم الحكم عليها بالاعدام. ليلى كان بالامكان ديالها انها تعيش حياه مزيانه، خصوصا ان الاخت ديال باسم عطاتها فرصه انها تصلح الغلط ديالها وتوقف على الخيانه، لكن هي اختارت انها تبقى خائنه وقليله الاصل. لا هي لا حسام اللي قبل انه يمشي عند مرا مزوجه، انسان بدون اخلاق وبزاف عليه كلمه الرجوله، وللاسف ما كانت حتى شي عقوبه عليه، بالرغم من انه كان حتى هو السبب في هادشي اللي وقع كامل.